فيلم بروجكت جيميني. من 3 سنين تم تسجيل أول حالة لفيروس النبات العالمي، وده دمر معظم النظام البيئي بتاعنا. لما تاكل أي نبات مصاب بالفيروس ده بتصاب بأمراض مناعية خطيرة، وخسارة الحياة النباتية نفسها قللت كمية الأكسجين بشكل كبير جدا في الغلاف الجوي، نسبة وصلت ل 10%، وده زود عدد الكوارث الطبيعية على مستوى العالم. العلماء في العالم كله فشلوا إنهم يلاقوا علاج للفيروس ده، والناس قالت إن القيامة خلاص هتقوم، وآخر أمل باقي هو مشروع الجوزاء، واللي كان بيديره هو دكتور ستيفن. المشروع كله كان عن آثار لفضائيين اكتشفهم العلماء، وقالوا إن عمرهم 4 مليار سنة قبل ما يكون في أي حياة على الأرض. الآثار دي كانت عبارة عن حاجتين، محرك وكورة. فريق ستيفن حللوا المواد الصلبة اللي اتصنع منها الكورة والمحرك، وقدروا يعملوا نسخ منها، والمحرك ده خلاهم عملوا سفينة بدون طيار، واللي لقت كوكب ملائم لظروف حياة البشر. أما الكورة فكان وظيفتها صناعة الحياة، وكانت شغالة بعدد كبير من الأوامر اللي الفريق أخيرا عرف يفك شفرتها. وده يعتبر دليل على إن التغييرات اللي اتعملت على الحياة على الأرض اتعملت عن طريق الفضائيين. وبيكونوا فريق من 2 دكاترة وشوية طيارين عسكريين هيسافروا للفضاء الخارجي عشان يعملوا كوكب الأرض 2 عن طريق الكورة. واختاروا كوكب في النظام الشمسي TESS، واللي هو على بعد مئات السنين الضوئية عن الأرض. في المشهد ده بنشوف إيمي مرات ستيفن. إيمي ما كانتش عايزاه يروح المهمة دي، وفي يوم الإطلاق راحت للقاعدة اللي شغال فيها، بس ما عرفتش تمنعه إنه يسافر على آخر لحظة، ووقفت تتفرج على سفينة الفضاء وهي ماشية. أول ما بيخرجوا من الغلاف الجوي بيحصل شرخ في الكرة الفضائية، وده بيبين إنهم ممكن ما يكونوش لوحدهم، وبيستخدموا بعدها تكنولوجيا المحرك الفضائي. والسفينة بتفتح بعدها بوابة بتخليها تنتقل في الكون بسرعة خيالية. أول ما بيخرجوا من البوابة أجهزة السفينة بتقول لهم إن في حاجة غلط، هم ما وصلوش للنظام الشمسي TESS، هم وصلوا لمكان مجهول ما يعرفوهوش. وبيبتدي ستيفن يلوم المهندس بيتر على الغلطة دي، وبيقول له إن هو السبب عشان دخل إحداثيات غلط. بيتر كان متأكد إنه دخل الإحداثيات الصح، بس ستيفن ما ادالوش فرصة يدافع عن نفسه، وكعقاب ليه عزله عن منصبه. ستيفن بعدها بيدخل يريح شوية، وبيفكر في إيمي زوجته، وافتكر المرة الأولى اللي شغل فيها الكورة، ولأنه تخيل ساعتها إنه شاف شكل بشري غريب واختفى في لحظتها. بعدها بيطلب ستيفن من الفريق إنهم يراجعوا المسار بتاعهم، ويحاولوا يستنتجوا عن طريق مسارهم المكان اللي هم فيه حاليا، بس ده مستحيل لأن كل بياناتهم اتمسحت، وده لأنهم كانوا بينتقلوا بين البعدين الثالث والرابع. بعدها بيروح بيتر لأوضة المراقبة عشان يعرف يراقب الكرة الفضائية لوحده. بعدها بثواني الكمبيوتر بيبعت إنذار إن في حد فتح أوضة معادلة الضغط، وإن في جسم مجهول بيقرب منهم، وبيتخضوا كلهم لما بيشوفوا بيتر متجمد ومرمي في الفضاء قدامهم. دكتور ديفيد بيقول لهم إن بيتر قضى على نفسه عشان يكفر عن غلطته، بس الدكتورة ليونا بتقول إن ده مستحيل لأنها كانت عارفة بيتر من 8 سنين، وعارفة إنه عمره ما يعمل كده. وبيزعق فيها ستيفن وبيقول لها ما تبكيش على واحد دمر مستقبل البشرية، وبيقول لها إنها من دلوقتي المسؤولة قدامه عن شغل بيتر. بيبرر ديفيد شكه في انتحار بيتر، وبيقول لما بنتي ماتت أنا فكرت في الانتحار برضه، بس رجعت عن القرار ده في آخر لحظة، وقلت إني ممكن أعمل حاجة مفيدة، ودلوقتي بعد ما المهمة باظت بقى ماليش لازمة تاني. وستيفن بيهديه وبيوعده إنه هيلاقي حل. في نفس الوقت بيظهر قدام السفينة كوكب مصنوع من صخور بركانية. الكوكب ما فيهوش أي أكسجين، بس البيئة الخارجية مناسبة للحياة، وده معناه إنهم هيحتاجوا أقنعة تنفس بس. ستيفن بيقول لهم بعدها إن ده البديل المناسب لخطتهم، وقال لهم كمان إنه عايز ينزل على الكوكب عشان يستكشفه بنفسه، بس الكابتن ريان منعه لأنهم لسه ما عملوش فحص للكوكب، وإنه بالطريقة دي بيخاطر بسلامة الطاقم. ستيفن بينفض له وبيقول لهم إنه الكل في الكل هنا ولازم يسمعوا كلامه. وفعلا بينزل الفريق كله بسفينة صغيرة، وبيسيبوا الضابط ريتشارد في السفينة الأم. وبمجرد ما بيقربوا من الكوكب بيقابلوا عاصفة شديدة جدا، وبيضطروا يشغلوا محركات الدفع لورا عشان يبطئوا من حركتهم. المشكلة إن المحركات دي هتخلص على البنزين بتاعهم، ومش هيعرفوا يرجعوا تاني، بس ده الحل الوحيد عشان ما يموتوش على الأقل للوقت الحالي. والسفينة بتخبط في الأرض جامد وبيغمى على كل الطاقم. وبيحلم ستيفن باللحظة اللي ادى لزوجته إيمي سوار في حتة من الكرة الأرضية عشان يربط أكتر حاجتين بيحبهم في الدنيا. بيفوق الطاقم بعدها وبيفحصوا السفينة وبيعرفوا إنها بحالة كويسة، بس البنزين قليل جدا ومش هيعرفوا يمشوا من الكوكب. ستيفن ما بيكونش شايف مشكلة في ده لأن رحلتهم مدتها 4 سنين أصلا، وحتى لما وصلوش للمكان اللي هم عايزينه هو كان متأكد إنهم ممكن يستخدموا كهف من الكهوف الكبيرة عشان يكون فيها قبة للكرة الأرضية ويعرف يشغلها هناك. وبينزل الفريق وبياخد الكرة معاهم، وفي نفس الوقت على السفينة الصغيرة الحيطان بترشح مادة لزجة غريبة. وفي السفينة الأم ريتشارد بيفتش في الأوض بتاعة السفينة وبيتفاجئ بوجود نفس المادة اللزجة والكاميرا الضايعة كمان. على الكوكب الطاقم بيوصل لأقرب كهف وبيشغلوا الكرة الفضائية، وبيرجعوا بعدها للسفينة الصغيرة عشان يجمعوا البيانات. وبيقطعوا ريان بعدها وبيقول لهم إن في حاجة غلط بتحصل،
وبيعلن الانقلاب على ستيفن، وبيوريهم فيديو صورة بيتر لنفسه وهو بيفحص الكورة عشان محدش يتهمه بعد كده انه غلط في حاجة. واول ما بيفتح أوضة المحرك بيشوف جسم غريب بيتحرك بسرعة في الضلمة، وبعدها بينط فوقه فجأة وبيقتله وبيرميه بره السفينة، والكاميرا ما بتعرفش تصور شكل الجسم ده. بيكمل ريتشارد وبيقول لهم انه راجع كل اللقطات، وان اللي هاجم بيتر كائن فضائي وكان موجود معاهم من اول ما خرجوا من الارض، لانه كان مستخبي جوه الكوره، واحتمال كمان يكون هو اللي لعب في الاحداثيات عشان نغير مسارنا، بس هو نزل معاكم على الكوكب. ريتشارد بيقول لهم انه يقدر يعرف مكان الكائن الفضائي ده لانه بيعمل تداخل في الموجات الكهرومغناطيسيه. ديفيد بيتدخل بعدها وبيقول لهم انه لاحظ حاجه غريبه في النظام، الكوره بتشغل برنامج مختلف عن اللي حملوه عليها. بيسمع ستيفن الكلام ده وبيكون عايز يرجع للكوره، بس ريان بيوقفه وبيقول له انه ما عادش القائد، وبيحمله ذنب قتل بيتر لانه كان عارف من الاول موضوع الكائن الفضائي ده. وبيعرض لهم فيديو اتسجل من شهور لستيفن وهو بيشغل الكوره للمره الاولى وبيشوف الشكل الغريب، وده معناه انه كان عارف بوجود حاجه غلط بس ما قالش لحد، وبكده بقى المسؤول عن موت بيتر. بيخرج ستيفن متضايق من اللي سمعه وبيفكر في كل التعب اللي تعبه هو وديفيد في المشروع ده. وبنرجع فلاش باك وبنشوف ستيفن بيقول لديفيد انه مش لازم يجي معاهم الرحله دي عشان هو لسه ما فاقش من صدمه موت بنته، بس ديفيد قدر يقنعه انه كويس وانه عايز يعمل حاجه مفيده وينقذ البشريه ويمنع موت اطفال تانية زي بنته. بعدها بشويه بيروح ستيفن لديفيد وبيطلب منه يتسحبوا ويروحوا يطمنوا على الكوره، بس ديفيد ما كانش عايز يعصي امر ريان، بس ستيفن بيخليه يغير رايه لما بيفكروا ببنته. ولما بيوصلوا للكهف بيلاحظوا ان الكوره بتشتغل بشكل اسرع لان حد لعب في الاعدادات بتاعتها، وبيبدا ستيفن يعيد برمجتها من تاني، وديفيد بيتحايل عليه انهم يرجعوا، بس ستيفن ما بيسمعش كلامه. في اللحظه دي بيلاحظ ديفيد على الجهاز بتاعه ان الكائن الفضائي بيقرب منهم، فبيضرب طلقه في الجو وبيقول لستيفن لو ما اتحركناش من هنا الطلقه الجايه هتكون في راسك. فبيرفع عليه ستيفن سلاحه هو كمان وبيقفوا في وش بعض، وقبل ما يبتدوا يضربوا نار على بعض الجهاز بتاع ديفيد بيدي انذار ان الفضائي دخل الكهف، فالاتنين بيطلعوا يجروا، وبياخد ستيفن حته من الكوره معاه قبل ما يهرب، وبيكونوا سامعين اصوات الكائن الفضائي في كل مكان في الكهف. واول ما بيخرجوا منه بيشوفوا الفضائي وهو بيجري وراهم، بس قبل ما يلحقهم بيدخلوا السفينه وبيقفلوا عليهم. ديفيد بيزعق في ستيفن وبيقول له احنا كنا هنموت هناك بسببك، وستيفن بيرد عليه بكل برود وبيقول له الكوره اهم مني ومنك، والمره الجايه اللي هتقف فيها في طريقي هضربك بالنار. وبيجي ريان وبيزعق في ستيفن هو كمان، وستيفن بيقول له انهم لازم يوقفوا الكائن الفضائي ده بالقوه. وقبل ما يكمل كلامه ريان بيرزعه بنيه في وشه، وفجاه الكمبيوتر بيدي انذار باختراق السفينه، وبتروح ليونا عشان تشوف فيه ايه عشان تكتشف وجود نفس الماده اللزجه بتاعه الكائن الفضائي. بس فرانك بيظهر بسرعه وبيسحبها لاوضه تانية وبيقول لها ان الفضائي عمل خرم في السفينه من تحت ودخل منه للسفينه، وبيجروا هما الاتنين عشان يستخبوا في المعمل، والتنفس بيكون صعب جدا عليهم هما الاتنين. وفي لحظة بتنطفي كل الأنوار وبيسمعوا أصوات جاية من ورا وحدات المصنع، طبعا كلنا عارفين الأصوات دي أصوات مين. وبيزق فرانك ليونا بسرعة بره الأوضة وبيقفل الباب على نفسه، وبتطلع تجري ليونا وبتسمع فرانك بيصرخ قبل ما يموت، وبكده يكون ضحى بحياته وأنقذها. وبتروح ليونا لباقي الفريق غرفة التحكم وبتحكي لهم عن اللي حصل، وريان بيتعصب جدا على ستيفن لأنه جاب الفضائي تاني معاه على السفينة. مش بس كده، ده كمان خرم السفينة وعطل مولد الطاقة والكاميرات، وبقوا مش قادرين يوصلوا لريتشارد في السفينة الأم. ودلوقتي قدامهم حل واحد بس، وهو إن واحد منهم هيروح لأوضة المولدات ويحل المشكلة دي، وطبعا ده شبه مستحيل في وجود الفضائي، وكمان هم مش عارفين مكانه. الفريق بيضحي بستيفن طبعا لأنهم معتبرينه السبب في كل المصايب دي، وفعلا بيرفع ستيفن سلاحه وبيروح لأوضة المولدات وبيوصل كل حاجة من تاني. دلوقتي هم قادرين يعرفوا مكان الفضائي، وللأسف بيكون قريب من ستيفن. بيحذروا ستيفن بسرعة من الفضائي، وقبل ما يجري ستيفن بيسمع أصوات الفضائي وراه، بس ريان بيفكر بسرعة وبيسحب ستيفن من الحبل اللي مربوط بيه، وبيفكر الفريق في خطة يخرجوا بيها الفضائي من السفينة. وبتكون خطتهم كالتالي: ستيفن هيكون الطعم للكائن الفضائي، وليونا هتفتح باب أوضة معادلة الضغط وبعدها باب المعمل وتجري تستخبى بعدها في أوضة تانية أول ما تشوف الفضائي. وعشان يوصل للفضائي لستيفن لازم يعدي بأوضة تشغيل المحرك، وريتشارد هيشغل المحرك وهيحرقه، بس ريتشارد للأسف ما بيعرفش يشغل المحرك لأن الفضائي بيشوش عليه بالمجال الكهرومغناطيسي اللي بيعمله. وبيجري ستيفن عشان ينقذ نفسه، وليونا بتروح له عشان تساعده، وفي اللحظة دي ريتشارد بيشغل المحرك وبيجري ستيفن وليونا في آخر لحظة وبينقذوا نفسهم، والفضائي بيتحرق بالنار. بس ده ما كانش كفاية انه يموت، الفضائي كان عايز يوصل لستيفن بأي شكل، بس ديفيد بيشده لجوه وبيقفل الباب في آخر لحظة. بس للأسف جزء من الفضائي بيوصل لديفيد وبيأذيه وبيتقطع بعدها من قفلة الباب، وبيرجع الفضائي للكهف وبيقفل ريان أوضة معادلة الضغط، وباقي الفريق بيسدوا الحفرة اللي عملها الفضائي. وبعدها بلحظات بيلاقي الفريق جثة فرانك عشان تقرر ليونا انها تقضي على نفسها بعد موته،
وبيفكر ستيفن في إيمي وبيفتكرها وهي بتحاول تقنعه إنه ما يمشيش وإنها هتلاقي العلاج، وبتقول له في الآخر إنها حامل، بس ده ما بيخليش ستيفن يرجع عن قراره لأن إنقاذ الأرض أهم من حياته الشخصية. يا ريتك سمعت كلامها. وبيروح ديفيد بعدها المعمل عشان يعالج جروحه، وبياخد ستيفن الجزء اللي اتقطع من جسم الكائن الفضائي، وبيكتشف إن الفضائي روبوت حيوي مصنوع من نفس مادة الكورة، وده معناه إن هدف الكورة هو صنع كائنات فضائية تانية. وبيقول ستيفن لديفيد إن لمسة الفضائي نقلت له بكتيريا قوية جدا، وإن دمه فيه العلاج اللي الأرض محتاجاه. وبمجرد ما ستيفن بيقطع حتة من الجزء المقطوع من الفضائي، الكهرباء في الأوضة بتتجنن، وبيفتكر الصورة اللي شافها على الأرض، وده معناه إن الفضائي مجرد جهاز إرسال واستقبال، وإن تشغيل الكورة وصناعة فضائيين تانيين هي الطريقة اللي بيحتل بيها شعبه الكواكب التانية. وساعتها بيقرر ستيفن يقتل الفضائي ويبرمج الكورة من تاني، بس ريان بيحبسه في المعمل وبيقول له إنه مسجون هنا عشان عرض حياة زمايله للخطر. وبيقول ريان لستيفن أنت حياتك ملهاش أي معنى، وبيوافقوا ديفيد على اللي بيقوله وبيكمل أنت عايز تلعب دور البطل وبس، ومش همك مستقبل البشرية ولا حاجة. وبيفتكر ستيفن آخر خناقة بينه وبين إيمي، واللي كانت بتقول له فيها إنه عنده عقدة نفسية، وبترمي الصور اللي اداهولها. وبيكمل ستيفن بعدها الأبحاث بتاعته، وبيوصل لنظرية وريتشارد أكدها له من سجلات السفن، وهي إنهم ما سافروش عبر الفضاء، دول سافروا عبر الزمن، هم أصلا على الأرض لسه بس قبل 4 مليار سنة من وجود الحياة عليها، وإن الكورة والمحرك اللي جابوه هم نفسهم الآثار الفضائية اللي هيلاقيها علماء الآثار في المستقبل. وبيستنتج إن الجزء المقطوع من الكائن الفضائي ده هو نفسه سوار إيمي، وبيبدأ يكتب لها رسالة عليه بيعلمها فيها إزاي تشغل الكورة. في نفس الوقت في الحاضر إيمي بتروح معمل ستيفن، وبتعرف هناك من الأخبار إن الفريق فشل في مهمته. وفجأة ريتشارد بيقول لستيفن إن ريان بيجهز قنابل عشان يفجر الكورة، وكمان وقف جهاز اللاسلكي بتاعه عشان محدش يعترض عليه. فبيطلب منه ستيفن يفتح له الباب عشان يعرف يخرج ويوقفه، وبمجرد ما بيلاقي ريان مع القنابل بيشرح له وجهة نظره، وبيقول له إنهم ممكن يحطوا خطة أحسن. وقبل ما يكملوا كلامهم بيتقتل ريان برصاصة من ديفيد اللي العدوى انتشرت في جسمه وجات له بسببها هلاوس، ده حتى كان فاكر إن الفضاء اختاره عشان يصحح الأوضاع اللي على الأرض. وبيشتتوا ستيفن وبيعمل حركة أكشن كده، وبيضربوا طلقة في رجله، وبيهرب ديفيد بعدها. وبيشغل ستيفن القنابل على 5 دقايق، وبيطلع يضرب طلقة إشارة في الجو عشان الفضائي يجيله. الفضائي بيبلع الطعم وبيجري ورا ستيفن لغرفة التحكم، وهناك ستيفن بيقفل عليه الباب وبيحبسه فيها، وبعدها بيطلع يجري عشان يخرج قبل ما القنابل تنفجر، بس للأسف بيقابل ديفيد المجنون وبيضرب عليه نار. بيستخبى ستيفن ورا الحيطة لحد ما يفكر هيعمل ايه، بس للأسف الفضائي بيهرب من غرفة التحكم وبيروح لستيفن، بس ستيفن بيضربه طلقة بسرعة قبل ما يوصل له وبيهرب منه، وبيحاول يرجع غرفة التحكم تاني، وبيقابل ديفيد تاني اللي بيحاول يقتله، بس لحسن الحظ الفضائي بيظهر تاني وبيقتل ديفيد، وده بيدي ستيفن وقت كفاية انه يهرب. وفي آخر لحظة بيخرج ستيفن من السفينة وبتنفجر القنبلة وبتقتل الفضائي، وبيقع ستيفن وبيغمى عليه بسبب الانفجار. بعدها بثواني بيفوق ستيفن على صوت ريتشارد بينادي يا اخوانا يا اللي تحت في حد عايش. بيرد عليه ستيفن وريتشارد بيكون عايز ينزل ينقذه، بس ستيفن بيرفض وبيقول له خليك فوق لان العاصفة شديدة جدا. وبيرجع ستيفن للكهف عشان يبرمج الكورة من تاني. في نفس الوقت في الحاضر ايمي بتجيب الصور اللي رميته من على الارض وبتلاحظ رسالة ستيفن، وبتشغل الكورة هي كمان عن طريق الرسالة عشان تحصل حاجة غريبة جدا. ايمي وستيفن بيقابلوا بعض، مزيج غريب بين الحاضر والماضي، وستيفن بيقول لها مكونات العلاج بسرعة، وبيقول لها بعدها انه بيحبها وبيختفي. وبيموت ستيفن في الكهف نتيجة لنقص الاكسجين، وايمي بتزعل جدا وبتبكي على موته. وبعدها بشهور بتولد ايمي طفل بصحة كويسة، وده بفضل العلاج اللي وقف الارض على رجلها من تاني. شكرا على المشاهدة. لو عجبك الفيلم يا صديقي ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تتابع كل الجديد.